السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اسعد الله اوقاتكم بكل خير. النهارده هنعمل ايه اللي معانا ده؟ شوفوا كده اللي معانا عسل 3 كيلو اهو. كل كيس من دول فيه كيلو اهو. والتاني استنى كده لان لسه مطلعه من التلاجة. والكيس التالت اهو، هو عشان في التلاجة. شوفوا عامل زي اللذيذ ازاي اهو. 3 اكياس عسل اسود. هنعمل بو ايه؟ هنعمل بو كبيس. هنا معانا كيلو بلح منشفينه، اللي هو البلح الاسود. منشفينه ومقشرينه زي الفل. شوفوا لونه زي الفل ازاي. وكنت حاطه في التلاجة، طبعا طلعته بقى. فككته من بعضه كده، ما كانش في الفريزر، كان في الدرج عادي، وقصقصته كده عشان يبقى حتت صغيره. معايا ايه؟ معايا قشر سفنديتين، كنت نقعهم على بيد يومين يعني عشان ما يبقاش ممرر، لان الكبيس حلو باليوسفي، بقشر اليوسفي. معانا جوز قطع، معانا جوز مقشور مجروش ناعم اهو. معانا تحويلة الكبيس، طبعا مش هاخدها كلها. معانا حبة البركة، معانا سمسم. الحلة دي معانا فيها ايه؟ معانا فيها مكعبات زبدة ومعلقة زيت، يعني زيت من الحلو. انا ما كنتش بعمل الكبيس بزيت ولا زبدة، انا كنت بحمر كل حاجة من الحاجات دي على حدة لوحدها كده، بس انا شفت الناس يعني فقلت اجرب. ثواني كده عشان اشوف الاضاءة بس. والله انا ما عارفة بقى ايه المشكلة، الاضاءة مش عارفة في ايه. المهم هنعمل ايه هنا كده. هسخنا الحلة دي، هنحط فيها قشر اليوسفي اهو عشان نطلع منه الرطوبه، بس عشان اول ما حطيته على النار كده حله فاضيه. شوفوا ريحه اليوسفي بقى طلعت ازاي. وهنا نحط هنا على النار دي، على نار هاديه كده عشان نحمص الحاجه، كل حاجه لوحدها في مكعبات الزبده دي. وكده عشان نطلع بس الرطوبه وندبل ايه قشر اليوسفي كده. طبعا احنا بنعمل الكبس اللي هو ايه الدمياطي. كده خلاص يا جماعه اهو بدت. هننزل بايه؟ هننزل بالبلح. هنا هنزل بالبلح واسيبهم على نار هاديه مع بعض. نشوفه برضه ميبقاش في رطوبه ويبوظ الحاجه بتاعتي. طلع منها كل الرطوبه بتاعتها، لان طبعا القشر ده كان مغسول ومنقوع في ميه عشان ينفش كده وميبقاش فيه مراره تبوظ لي الكبيس بتاعي. كده خلاص هحط البلح يا جماعه. هنزل البلح هقلبه وهرجع لكم تاني. انا ظبطت الاضاءه اهوت، شوفوا لونه حلو ازاي. طبعا انا حاطه معاه قشر السفندي وعاملاه على النار هاديه خالص اهوت. انا ظبطت بس التليفون. قشر السفندي مع حتى واضحه وقلبته. هعمل ايه؟
هحط كيس بقى من ده. شوفوا العسل عامل ازاي، شوفوا العسل عامل زي اللذيذ، شوفوا عشان كان في التلاجة. هفرغ كيس ده اول كيس اهوت، هنفرغه ونرجع تاني. اهو ده اول كيس يا جماعه اهوت، هنفرغه خالص ونحط الكيس التاني مع بعض كده يا جماعه. نزلنا الكيس ده ولسه كمان 2 اهو. انا بس بوريكم كده وبعدين انا هخلصه خالص وارجع اعمل التالت ده. عملت كيس اهو والتاني في ايد اهو ولسه التالت، يبقى كده 3 كيلو عسل على كيلو بلح. كده يا جماعه الاتنين نزلوا وده التالت اهو، تالت كيس اهو. معلش عشان انا اللي بصور اهو. قلنا 3 كيلو على كيلو بلح متقطع. كده خلصنا يا جماعه. ال3 كيلو نزلناهم اهو. شوفوا هو عامل زي اللذيذ ازاي ولونه جميل واحمر ازاي. عسل نضيف طبعا، عسل درجه اولى، ماهوش مسكر، ما فيهوش سكر كتير، ماهوش راكز ونازل منه السكر في ارضيه الكيس او في الصفيحه اللي هو بايعني منها. انا قايله له هات لي من الغالي. تاني حاجه ده لما يتحط في النار بقى هيحل شويه، مش هيبقى طبعا متماسك كده الا ما يستوي، لان طبعا انتوا عارفين ان العسل هيحل ايه بالنار، وانا حاطاه على شمعه لان مش عايزه البلح يتهرى. انا هسيبه كده على شمعه على ما اعمل التحويجه في السمنه دي، هي والسمسم والجوز وحبه البركه، حمصهم فده يستوى على مهله لانه بياخد وقت. بس طبعا معليش النار علشان ما يبقاش ايه حلاوه اهو. هو كل ما بيسخن كل ما العسل بيسيب. بس شوفوا لونه، شوفوا لونه جميل ازاي. خلاص هنسيب بقى ده كده بمعلقته كده اهو، او نشيلها. استنى اهي يا جماعه، هحطها على الكيس هنا وهاجي هنا في الحله اللي فيها معلقتين السمنه على معلقه زيت. هعمل ايه؟ هحط ايه؟ احط الجوز الجرش ده او القطعه. نعلي بقى النار على دي شويه. الزيت ده ساحب مع معلقه زيت، ما ينفعش احط الزيت ده بس عشان ما تحرقش في قلب ايه الحله. هيجي لونه عشان ده طبعا حتت كبيره، هيجي لونه بس يميل كده للحتت الذهبي. هقوم نازله بالجوز الناعم او المجروش شويه ده يعني انعم منه. نجيب لها معلقه خشب تانيه عشان الازعاج لان التانيه برضو دي كبيره. والعسل بالبلح على نار هاديه مع ايه، مع القشر السفندي على مهله بقى ده براحته. بس انا مش عايزاه يغلي علشان البلح ما يتهراش، انا عايزه قطع البلح في الكبيس تبقى باينه وتبقى حلوه. ريحه الجوز بدات تبان اهيت. علشان الحقها بالجوز التاني.
كده متحمص كده ويبقى بيجرش كده، يبقى طعمه زي اللذيذه لما يكون متحمص بيبقى حلو. ما احطوش ابيض كده يبقى جلد، لكن لما تحمصيه تيجي تاكلي من الكبيس تلاقيه ايه متحمص وبيقرش وطعمه حلو وطعمه زي اللذيذه كده. طبعا كبيس دمياط ما يعلاش عليه يا جماعه، كبيس دمياط وعمايل دمياط وناس دمياط اللي بيعملوا كل حاجه حلوه. كل الناس يا جماعه خير وبركه، بس ندي لكل واحد ايه حقه في شغلانته. هو بدأ يجرش معايا كده في اهو، تبان كل الكوزيه كده هتتحمص عشان انزل عليها بايه بالجوز التاني. انزل بقى بالناعم اهو. بسرعة شوفوا لونه. الله على ريحة الجوز وريحة العسل بالبلح اهو كده. انا بحمص هنا وده هنا بيستوى، وهنشوف هنعمل مع بعض. يا سلام على الجوز لما يتحمص، طعمه حاجة خرافة اهو. الفيديو ده بقى يا جماعة ارفعوا القناة بيه، معلش هنعمل ايه، القناة الريتش بتاعها باظ خالص، مش عارفة حصل ايه. يلا الحمد لله. ايدك متوقفش من التقليب عشان ما يتلسعش من النار اهو. وجيب اللي في الحيطان كده اهو عشان كل الجزء يبقى فيه ايه تحميصه حلوه، ميبقاش حته بيضه وحته ايه متحمصه، وكله طعم واحد وبيجرش كده. هو بس قشر اليوسفي متنسوش ان هو في الاول خالص بعد ما بنقعه يومين عشان المراره تروح منه بقطعه قطع مربعات، وبعدين بشيله من الميه بتاعته واحطه في التلاجة على ما يشتغل. انا بحطه في الحله على الناشف عشان الرطوبه تطلع منه، علشان شغلي، لان الكبيس بيتكلف يا جماعه ما يبص. هو لسه على نار هاديه عايزاه يغلي دلوقتي. احمص الحاجات دي وهسيبها واركنها على ما هو ايه البلح بالعسل يستوي، او العقد بتاعه اللي هو العسل يستوي، عشان ما يبقاش كده سايب، لان العسل اللي بيتحط في الثلاجه بيجمد لكن وهو بره بيبقى سايب بيحل كده. فانا لازم اديله طبخه، بس مش طبخه ان انا اخليه حلاوه ومر، لا. كده بقى الجوز خلص. هقفل معاكم على ما اشيله من السمنه بتاعته ونشوف نحط مكان الحله ايه تاني. كل حاجه هحمصها لوحدها. الجوز اهو اخد التحميصه المعتبره اهو. انا مش هفصل اي حاجه، كل حاجه تاخد براحه قدامكم على النار اهي. يعني هفصل بس لان انا اللي بصور، احطه في الطبق واحط وهنشوف ايه هنحط ايه مكانه، اذا كان حبه البركه ولا السمسم ولا التحويجه بتاعه الكبيس. يلا خلاص يا جماعه، لان الجوز
في الطبق اهو. هنحط ايه؟ هنحط السمسم. السمسم هياخد تقميصه كده، وهنزل وراه في نفس معايا يعني، هنزل وراه بايه؟ بحبه البركه اهو يا جماعه. حمصت اهي شويه اهو. هنزل بقى بحبه البركه اهو. التحميص ده بنشيل الرطوبه من الايه؟ من الحاجات دي، ونديها جرشه كده يعني، عشان تبقى ايه؟ بتقرش كده وتبقى حلوه، ما يبقاش كله فيه رطوبه واحنا بناكله، ما يبقاش طعمه ان هو طري، لا اديها ايه؟ جرشه كده اهي. شوفوا انا كنت الاول بحمص الحاجات دي كده في الحله من غير اي حاجه، من غير ماده دهنيه يعني، فلما لقيت ده كده قلت نجرب. شوفوا ده لسه ما غلاش اهو، بيبدا يعني، شوفوا اهو بيبدا، لان عامله على نار هاديه. شوفوا ما بقاش ملزق في بعضه ازاي اول ما حطيته في النار. شوفوا الوقت بقى مفطفط اهو، لسه برضو لسه عشان نطلع الرطوبه منه. شوفوا الجوز، شوفوا اسمعوا، طبعا سخن بس في جرشه اهي. الريحه هنا فظيعه فظيعه من الحلاوه بتاعته. طبعا الكبيس في الشتاء بقى وهو داخل بيدفي. انا عامله كل حاجه على نار هاديه عشان ده ما يتلسعش مني ويبقى محروق، والعسل برضو ما يعملش زي الحلاوه اهو. انا بس عايزه السمسميه بس ايه تغير لونها تبقى ذهبي كده، لان انا جايباه ابيض يعني مش قوي، مش جايباه ابيض اللي هو الابيض الفاتح القوي، لا انا جايباه نص تحميصه كده عشان اكملها انا هنا، لان مهما يكون متحمص وجاي بيبقى برضو اخد رطوبه. شوفوا هي ريحته طلعت اهي اهوت، بس لسه برضو هقرب لكم اهو، بس لسه. انا الكبسه يا جماعه ما بحبش في الفول السوداني، انا بحبه كده. في ناس بقى بتحب فيه الفول السوداني، في ناس بيحطوا مكسرات، لا انا بحبه كده. الفول السوداني مهما تحمصيه وتحطيه بيطرى بيطرى، وبعدين عايز يبقى متكسر قوي عشان ما يبقاش يعني ايه تقعدي تكسري فيه وهو ايه في السندوتش او انت بتاكليه. احنا بنحبه كده اهو. شوفوا لونه غير اهو اهو. هسيبه كمان سنه واشيله كده، كفايه قوي اهو. السمسميه بتبقى ايه مبقلله كده عشان تقرقش اهو.
كل ده وايدي مانيش سايباها من التقليب. انا لو علت النار كان زمان خلصت، بس انا اللي قصدي يا جماعه مش عايزاه يبقى واحده محروقه وواحده لا، او واحده صفرا وواحده لا، انا عايزاه كله لون واحد. انا عشان انجز حطيت حبه البركه بعد السمسم بشويه، لان طبعا حبه البركه مش بتاخد لون يا جماعه، بس هي ايه يعني بتبقى بتقرمش كده، بتبقى حلوه. لكن السمسم عايزاه برضو يبقى لونه ده وبقى مفرفطه. ريحه السمسم طلعت اهي، يعني ده دليل ان انا ايه اشيله بقى اهو. شوفوا كده يا جماعه بقى. انا هقفل التليفون، يعني هفصل علشان ايه، انا كده هفصل علشان اشيل بقى ده. هنا يا جماعه اهو شلت السمسم حبه البركه وشلت اللوز، يبقى لسه الدور على ايه مكعب زبده برضو، ومش هنحط ده كله، دي التحويجه نحط نصها بس عشان ما تمررش كده، ونديها تحميصه كده كفايه قوي اهي. ودوت وده وهو بيغلي اهو، شفتم هو بيغلي اهو كده. هحمصها برضو اشيل منها الرطوبه بس هي شفتوا بقى البلح وهو بيغلي على نار هاديه كده كده. بس شيلنا منها الرطوبه اهي وخلاص كفايه قوي كده، نقفل كفايه قوي خلاص. فرمتها كده عشان ايه تبرد بس. شوفوا بقى ده معلقه العسل اهي، شوفوا خفيف ازاي في ايدي، لان العسل حل كان الاول زي اللذيذه كده. ده اللي انا كنت بقول لكم عليه، لان لما جبته انتوا في التلاجة عشان ما يبصي عشان شوفوا بيبقى سايح ازاي. طبعا هو بقى يتطبخ كده على نار هاديه، وبعد كده خالص اما اطفي عليه هنشوف هنعمل فيه ايه مع الحاجات اللي احنا حمصناها دي. وطبعا برضو اقلب اللي فوق تحت، عشان العسل ده لو انا سبته او سهيت عنه لا هيطف لا هيجمد ويبقى زي الحلاوه، وهيطف لو انا عليت النار. طبعا انا مش هعلي النار
هنسيبه بقى كده براحته على شمعة يستوي العسل بس، لكن البلحاية عايزاها زي ما هي كده. خلاص الحاجات دي بقى دي لما تبرد اهي هقوم حاطه عليها كل الحاجات اللي انا حمصتها، يعني زي كده زي الجوز كده اهوت. خلاص انا طفيت النار يا جماعه، طفيت النار خالص اهو. السمسم هنا كده اهو، السمسم اهو. طبعا اللي في الطبق ده هاخده يعني مش هسيبه. ثواني كده هقفل معاكم احطه وارجع لكم تاني. حطيت الحاجه على بعض هقلبها كده ونركنها بقى، خلاص كده خلصت. نرجع بقى لده عسل اهو، نقلب كده فوق تحت اهو. مش هنسيبه كتير على النار على فكره، هو بس يعني ايه ياخد ربطه كده ونطفي عليه ونسيبه لما يستهدى خالص، وبعدين نشوف هنعمل ايه. كون ريم اهو، ده ريم الغليان بتاعه اهو. ودي اهي الحاجات اللي انا محمصاها. طبعا يا جماعه الكريس ده له صنعه، طبعا انا كنت بشوف امي وهي بتعمله، يعني انا مش بعمل كده اي حاجه وحاجات على بعض وخلاص، لا. وفي ناس ما بتحمصش الحاجه على فكره، بيجيبوها زي ما بيجيبوها كده من عند العطار ويحطوها، لكن ما ينفعش الكبيس على اصوله، لازم كل حاجه في الخلطه دي تتحمص. وزي ما قلت لكم في ناس بيحبوا بالفلوس السوداني عادي يحطوا، وفي ناس بيحبوا بالمكسرات برضو عادي يحطوا. انا بحبه كده بالجوز المحمص وحبه البركه والسمسم والتحويجه وخلاص. كده بقى انا هفصل معاكم لحد ما يستوي العسل وارجع لكم تاني. كده يا جماعه اهو وصل لدرجه الفوران، شوفوا انا مغطيه على شمعه، شوفوا هو بقى بيعمل ايه. يعني لو كان ده عالي العلو الطبيعي بس الطبيعي كان فار وغرق الدنيا ونزل العسل على الارض. شوفوا هو كده بيغلي عشان العسل بيستوي. العسل اللي ريحته طلعت اهي، انا كده غلوه كمان وهقفل علشان ما يبقاش حلاوه. انا عاملاها شمعه والله، شمعه اهي. شوفوا شوفوا النار حتى مش باينه، شوفوا مش باينه اهي، شمعه. فار فار يا جماعه في الجنب التاني فار، احنا عاملاها انا اللي فلت عليه فار وكب على البوتاجاز، مع انها كانت شمعة خالص اهي. عشان بقول لكم شوفوا فار ازاي يا جماعه، مع ان انا عاملاه. شوفوا سوي فار ازاي من الجنب اللي جوه بتاع البوتاجاز، مع ان عاملاه شمعة وموريها لكم. فاحنا لو عملنا العلو الطبيعي بتاعه كان العسل ده كله نزل على البوتاجاز. فعشان كده ناخد بالنا في اي حاجه زي دي اهو. انا كده اتفط عليه كده، ما عادش هفتح عليه بقى خلاص، هسيبه بقى خالص لما يعمل مع نفسه كده ويدخل مع نفسه كده والريم ده يروح، واوريكم انا هعمل ايه وتستاهل كده واوريكم. لان طبعا لو انا عملت عليه تاني هينزل كله على البوتاجاز يبقى مفيش عسل. كده يا جماعه خلص اهوت. ثواني اهو الريم اللي كان على الراح بس طبعا لسه سخن. شوفوا
لسه بقى هيدخل في بعضه كده ولما يبرد هيتخن اهو. انا طلعت حته هنا كده عشان اشوفها. شوفوا ما هو السائل جامد اهوت اهو. ما انا لازم اختبر حته كده. وطبعا لسه ما حطيتش عليه الحاجات دي، لازم الحاجات دي تتحط عليه بارده وهو برضو يبقى بارد. ليه بقى؟ عشان لو هو سخن وبيغلي كده الحاجات دي هتطرى، لكن انا عايزاها كده. شوفوا الصوت، انا عايزاها بتخركش كده بقى وتفضل كده. فالبارد ده اما احطها بارده على ده ما يبرد هتبقى حلوه قوي. فطبعا اما يبرد هوريه لكم. انا بعمل كده عشان اطلع الايه الدخان منه والسخونيه اهو. شوفوا هو عامل ازاي. انا اطفيت النار من زمان اهو، طفيتها ما عادش بقى ريم ولا اي حاجه اهوت. لما يبرد اخلط عليه الخلطه بتاعته دي ونعبي بقى في البرطمانات مع بعض اهو. جوز وسمسم وحبه البركه. ما نحطش الحاجات دي وهو سخن عشان تفضل مخرفشه كده. نقلبه بقى كده عشان كله يتمزج مع بعضه اهوت. الكبس بتاعنا اهو جاهز. على اني بقى احطه في البرطمانات واستهدى اهو خلاص اهو. وده سمكه سمك العسل اهو. شوفوا ماهوش حلاوه ازاي، ولسه كل ما يقعد بيتخن اكتر. يعني ايه بيبقى السمك بتاع العسل اسمك، يعني إيه سمكه حلو اهو. ده كيلو بلح على ربع جوز على تمن سمسم برضو على تمن حبة البركة. اللي عايز يحط مكسرات يحط، اللي عايز يحط فول سوداني يحط. انا ما بحطش غير كده واهو. شوفوا شوفوا الكل عامل ازاي ولونه ازاي اهوت. كله اتمزج، كل المكونات اتمزجت مع بعضها. يعني 3 كيلو عسل وكيلو بلح هيعمل لنا برطمانين حلوين اهو. اما نملي البرطمانات هوريها لكم. وشوفوا لونه احمر ازاي كده يا حبايبي. انتهى الفيديو بتاعنا، خلصنا الكبيس وعبيناه. شوفوا عامل ازاي البرطمانات اهي. شوفوا لونه، شوفوا جمال اهو اهو. شوفوا عامل ازاي، شوفوا كله. ده بقى لما نيجي ناخد من البرطمان شوفوا حلو ازاي اهو. ده سمكه اهو. شوفوا وبارد وزي الفل. ده بقى لما نيجي ناخد منه لازم نقلبه لان البلح بيركز اهو. شوفوا البلح، البرطمانات كلها مليانه اهي بالتحويجه والبلح والعسل. سمكه جميل اهوت. شوفوا عماله اغطيه يا جماعه مش دلوقتي طبعا، بس لازم احط كيس عازل بين الغطا وبين البرطمان اهوت، علشان برضو الغطا ما يتعكش من البرطمان، يبقى فيه عازل اهوت. شوفوا الجمال، شوفوا شكله، شوفوا لونه اهو. الكبس بتاعي، وعلى فكره انا اول مره اعمله بس عملته بالخطوات الصح اللي الدميطه بيعملوا عليها. وده طبعا طريقه امي، ربنا يديها الصحه يا رب. في نهايه الفيديو بتاعنا اقول لكم مع السلامه، ويا رب يكون الفيديو بتاعي حز رضاكم. واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم مع السلامه. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده كده جوله معايا من بدايه شغلي. اقول لكم الصبح كده، احنا دلوقتي الساعه 7. اقول لكم صباح الخير، اخباركم ايه؟ طبعا انا جايبه على ده الزرع اللي انا زرعاه. حلو ازاي؟ ده قدام فصلي اهو. توحشتوني كتير. اخباركم ايه؟ يا رب البدايه بتاعتنا هتبقى بدايه خير وصباح الخير عليكم جميعا حبايبي. دي البدايه وده فصلي اهو. اخدكم كده بجوله وانا برتب الزرع بتاعي.
عشان انا مش بحطه كده. طيب هرتب كده وهرجع لكم تاني. بس حبة صغيرين كده مش كتير. دي منجاية اهي، ودي صبارة، ده عطريشان، ودي صباح الخير الزهرة دي، وانا برضو عاملة منها هنا اهو، وبنقل منها بقى في شيال صغيرة اهو. ودي منجاية برضو. الزرع بيدي شكل حلو قوي بالصبح اهو، شوفوا. وهنا لسه بقى دي ولدات صغيرة، بمبوزة ونعناع. بصوا حاطة بذرة فلح، شوفوا طلعت ازاي. ودي ريحانة، وده بمبوزة، لكن ده هنا نعناع، دي نعناع. هنقلهم في شيال طبعا كبيرة، انا بربهم هنا وبعدين انقل بقى. ودي برضو صبارة، وديت ريحانة صغيرة وجنبها بمبوزة. ودي بقى فلفل لسه حاطة بذره. دي الجنينة الصغيرة بتاعتي اهي. يا رب تكون عجبتكم عشان نبدأ يومنا بقى. وده فارس اهو بيحط الادوات على الترابيزة، شاطر. نرتب بقى، نشيل الخيط كده على جنب. لا استنى يعني كده حط. لا ده همت بتوع شغلي كده كده اهو. ايوه حط ده معاهم برضو المقص، ونرتب بقى الكراريس دي. ودول برضو شغلنا اهو، حبة الدواء دول همت. بنشتغل لسه كروشيه اهو بالدبار. طبعا كل ده انا هوريهولكوا بالتفصيل، بس ده بتاع يوم سابق اهوت. برضه توك اهي، كل دول بايدين حبايبي دول اهوت. ماشي يا فارس شاطر. طبعا احنا لسه الصبح هنا، بقت 7:15 اهي، على ما بقت الايه الشباب يجوا. فاحنا اهو فارس بيجي بدري عشان بيجي مع اهله، يعني هم اللي بيوصلوه لهنا، لكن الباقي بيجي في ايه في الباص. ففارس بيساعدني اهو. دي توكهات من شغلهم. شاطر يا فارس شاطر شطور. يلا يا حبيبي اقعد مكانك بقى. وبرضو انا بعلمهم ازاي نزرع، ما هو الزرع ده بايدهم برضو اهو. ولسه هنا اهو ده صغير برضو شايلينه شتل، بنربيها كده علشان ننقلها في شيال ايه كبيره. يلا يا حبيبي تعال. شاطر يا فارس شاطر. يلا يا حبيبي تعالى مكانك بقى شطور شاطر. ده طبعا كده في بداية يومنا. احنا كل يوم كده بنيجي نرتب نسقي زرعنا. طبعا الزرع ده مش بنسيبه على السور كده ليل ونهار، احنا بندخله الفصل قبل ما نمشي، لان هم طبعا
بايدهم زارعينه، فهو ما بيهونش عليهم يسيبوه بره، يقول لك الهواء ممكن يقع من الهواء، ممكن الشمس تدبله قوي، فاحنا بنسيبه دلوقتي كده، ولما تيجي بقى من الشمس مثلا بنسيبه شويه وبعدين بندخله تاني هنا الفصل، عشان ده لسه زرع ضعيف ما يتبلش وكده يعني. نشتغل الكروشيه عشان نعمل شنط بخيط الخيش. هنا كده منار اللي باين حاجه منار. الله هنا كده بنبين الغرز اهي. هنعمل شنطه بالخيط ده. هاتي كده منار سيبيه. شطورة. خرجها بقى شاطرة ها، شدي شاطرة. شدي قوي. شدي اهو شاطرة. لا صغري دي قوي، صغري دي شويه. لا كده دي اللي بيبقى فيها التانية كده اهو، ودي بيبقى مشدوده. يلا معلش احنا لسه بنتعلم. لا صغريها دي طويله، تصغريها كده اهو. يلا شاطره شدي. ايوه خرجيها شاطره. لا حطها في قلب الخطه كلها. طلعي طلعي طلعيها، حطها بقى من جوه. ايوه كده احنا بنتعلم كده الكروشيه. ايوه شاطره كمان. دي السلسله اللي انت بتعمليها. شدي خفي ايدك. شاطره صح كده. كمان ايوه شاطره. لازم في الخطه كلها. لا استني غلط. خرجيها خرجيها. لازم تدخليها في الخطه كلها، في الغرزه كلها من تحت من تحت من تحت. لا يلا يلا في دي، بس ما توسعهاش قوي عشان تبقى حلوه. انزلي لتحت. معلش احنا بدايه تعليم. استني. لا لا ها. يلا شدي شاطره.
هي كده السلسله قد ايه بقى اللي انت عملتيها؟ امسكها لي كده. الله، هاتي كده. جميل. لا شدها لعندك شويه بايدك. لا امسكيها من هنا اهو. امسكي يا وزه من تحت عشان ما تكرش. امسكي كده. وريني بقى كده. الله، شغلك جميل اهو. حلوه يا منى. يلا كملي بقى. دخلها بقى في الغرزه وكملي. شطوره. الجمال ده، الجمال ده، بس السن ما يبقاش لفوق، يبقى في الجنب. الفريزر طلعي الخرز ده يا آية. الملون ده خط يا آية. الملون، الخرز الملون. فريديها بقى كده وفريزي كده في العلبة اللي جنبك الفاضية ده. شطورة يا منى. تفرزي اي آية. خلاص. طب افرزي في العلبة، طلعي اللون الأحمر مثلا أو الفوشة في العلبة لوحده. يلا العلبة جنبك اهي. طبعا حبايبي دي تكملة الفيديو بتاعنا، بس انا ببص كده لقيت الجزء ده من غير صوت. خير يعني. طبعا ده شغل كروشيه، برضو شغلنا شغل يدوي. انا بوريكم اللي احنا بنعمل ده، اللي هو شغل الكروشيه ده. هنعمل شنطة، وهنعمل اللي هو الالوان ده هنعمله على قماش عشان يبقى باين. اهو احنا بنشتغل الشنطة كروشيه اهوت. معلمة الفصل معايا. طبعا احنا بنعمل الشنط دي لان طبعا ده الغرزة دي صعبة على اولادنا، بس في 2 منهم بيشتغلوها بس مش الغرزة التقيلة، احنا بنشتغلها وهم بيعملوا الركامة عليها، الركامة او الشرايط الملونة. طبعا الفيديو ده شامل نشاطات الشغل بتاعنا، يعني ايه مع الاولاد والبنات كده في المركز بتاعنا. انا كنت سايبه صوت الفيديو نفسه، بس مانيش عارفه الجزء ده ما لقيتش صوت يعني، فحبيت ان انا اوريكم ايه اللي احنا بنعمله يعني. شغل الكروشيه اهوت. غرزه سهله وبسيطه، وعلمتها لبنتين من البنات الموجودين. والباقي بقى هيحط على الشنطه ديت فرنشه خيش، من اللي هو يعني ايه يليق على الخيش يعني. وفي منهم اللي هيعمل اللولي تيجان. طبعا انتوا معانا وهنشوف ايه اللي احنا هنعمله في الفيديو ده. ده طبعا الشغل اليومي بتاعنا هناك معاهم يعني في الشغل. احنا بنروح يومنا عادي زي المدارس بالظبط، وبيبقى عندنا زي حصص اكاديمي ومهني وفني ورسم. عندنا كل الالوان يعني، او كل التدريبات للاطفال ما قبل المدرسة
وبرده هما في المدرسة بياخدوها يعني، اللي هي زي صعوبات التعلم والأشغال اليدوية والأشغال الفنية وكده. طبعا احنا ما بنعلمهم حاجة من دي، من الأشغال اليدوية دي بتبقى طبعا بيبقوا سعداء يعني بجد. أنا بعمل شنطة من الكروشيه وزميلتي برضو هنعملها خالص. هما في اللي بتقفلها، في اللي بتحط لها بطانة، في اللي بتحط لها فرنشة، يعني كلنا بنساعد بعض، أو كلنا بمعنى أصح مكملين لبعض. مفيش حد بيعمل حاجة لوحده وبنسيبها لنفسه بس، او حد بيشتغل كل بيشتغل في حاجة وحد واحد بس اللي ينسبها لنفسه. لا، دي كل الشغل بتاعنا معاونة مع بعضنا، بنتعاون جميعا مع بعض. طبعا احنا هنشوف برضو في الفيديو دوت اشغال متنوعة، تدريبات، اهداف برضو للاطفال الصغيرين. فالفيديو ده هيكون شامل. دي بنت من البنات برضو كانت مخلصة الجزئية بتاعت الكروشيه اللي هي النبيتي اللي في ايدها دي، وبرضو هتحط عليها الفرنشة اللي هي الجاهزة دي، عشان طبعا ده سادة وكده. ودي بنت برضو تانية بتفرز الخرز عشان هنشتغل بيه. كل واحد من اللي في الفصل له مهمة، وانا برضو بشتغل قصادها اهوت. طبعا اللي بتصورني هنا بنت من البنات يعني. كان زمان الحصص دي اسمها اقتصاد منزلي في المدارس. طبعا احنا بنشتغل الاشغال دي عشان هنعمل عندنا المعرض السنوي، او المعرض الشهر اللي احنا بنتزاور بيه في كل ما حد يطلبنا، زي جامعة حورس، التكامل، بعض المدارس الخاصة كده يعني. فعشان نروح مثلا لدعم أطفال الإعاقة في مسابقة في دومات الجديدة في راس البر، لازم يبقى معانا شغلهم، أو اللي هو الشغل اللي هم متدربين عليه. طبعا هم عاملين هنا شغل برضو من الكروشيه ألوان اهو، عشان هنحطه على الشنط. الشنط هتشوفوها من البداية واحنا بنقص قماشها لحد ما هنخيطها ان شاء الله. بس ممكن مش في الفيديو ده، في فيديو تاني. فاحنا بنحضر الاكسسوارات اللي هنحطها على الشنط، عشان ما نكونش نخلص الشنط ونركنها على ما نشتغل في الفيديو ده كل واحد متعاون مع التاني، مفيش حد بيعمل حاجة لوحده. طبعا شغل الكروشيه زي ما احنا عارفين بإبرة واحدة ولها سن كده زي الخطاف. طبعا الشغل اليدوي اللي هو فن جميل قوي، فن معبر عن اللي جواكي يعني. ما تقعدي كده وعايزه تعملي مثلا حاجه فنيه او كده، بتخرج بيدي يعني. ده طبعا غير الخياطه، غير المكنه، غير اي حاجه يعني. كل حاجه او كل ابره ولها استعمالها الفني بتاعها طبعا احنا كنا بنتكلم وبنشرح احنا بنعمل ايه، بس مش عارفه الصوت راح ليه، فاعذروني ده غصب عني يعني. هنا عندي بتفرز الخرز، عشان بعد كده لما نيجي نشتغل يبقى كل صنف لوحده يعني. طبعا البنات بيبقوا مبسوطين جدا بالشغل ده. طبعا احنا هنا بنعمل شنط من خط الخيش، وهنعملها مدورة. هنعملها مدورة وهيبقى لها جنب يعني، اللي هو القاعدة بتاعتها. هتشوفوها معايا مرحلة مرحلة واحنا بنعملها، واحنا بنركب الطبقتين على بعض وبنركب الفصل اللي بينهم. بس ممكن الفيديو ده يطول فما يجيش فيه.
دي توك برضو احنا عاملينها بالقماش واللولي. اي شغل يدوي احنا بنشتغله، اي قطعة قماش بنستفيد بيها، ما بنرميش حاجة. طبعا كل غرزة في القطعة دي بتتكلم عن نفسها او بتحكي عن نفسها، لان الشغل اليدوي يا جماعة فن، وبعدين له تقديره. يعني انتوا شايفين القطعة البرتقانية دي فيها كام لون؟ ده شغلها زي شغل النوبة يعني، او الوانات النوبة، اللي هي الالوانات اللي هي الحامية دي يعني، اللي بتحسسك بالدفء، عشان طبعا في النوبة حرارة مرتفعة وكده يعني. انا دي القطعة دي بتاعتي، دي زميلتي بتعمل معايا. ده هدف تاني لأطفال أصغر، بنعمله برضه، ده في فصول تانية، فأنا حبيت أنوع في الفيديو عشان ما تملوش. ده نشاط تاني على تدريبات الفن بالرسم، على هيئة مثلا عربية والبنت تمشي على الخط المستقيم أو الخط المتعرج، أو الولد أو إيه يعني، بس ده نشاط للأطفال الصغيرين. أنا حبيت هنا أوريكم جزء مصغر من الهدف، عشان يبقى الفيديو متنوع كده ما تملوش يعني. برضو هنا جزء واحنا بناخد ولادنا وبنزرع. طبعا انا زارعة عندي في الفصل، هم برضو هنا بيزرعوا في الجنينة، عشان طبعا الاطفال بينزلوا يعملوا مسابقات، بيعيشوا برضو جو الجناين والخضرة والجمال ده. اهو كنا بنزرع هنا، جايبين شتلات، شتلات بتاعت شطة، قرون شطة، بس طبعا شطة باردة دي. وزارعين مانجا هنا اهو، كنت انا والبنات، وزارعين برضو موزة هنا برضو في الفصل. فارس بيفرز برضو ده برضو في نفس اليوم. المدارس حصص عشان الطفل يفرح ان هو مثلا رايح الرسم، رايح المهني، رايح الاكاديمي اللي هو عشان العربي والحساب وكده، ما يملش. عندنا برضو عروض فنية بيشاركوا فيها اللي هم الكبار، لان دول اللي استيعابهم حلو، اللي بيقدروا يشتغلوا معانا، لان طبعا بندخل مسابقات، والمسابقات بتحتاج سن معين، سن الشابات والشباب الكبار، يعني من فوق 13 سنة لما لا نهاية، يعني ممكن ل35 في سن الإعاقة. أو بيفرز اللبني من الأزرق الفاتح. ده هنا معايا الجالونات اللي هي برضو على شكل الخيش، الفرنشة اللي هنحطها، بس احنا دي نحطها لو كان مفرش، بس لو شنطة احنا هنوريكم بنعمل ايه. هستعمل معاها الشنطة دي، هدخل فيها الجلد الطبيعي، هدخل فيها ورق شجر، هقصه على هيئة الجلد الطبيعي، هقصه على هيئة ورق شجر، وهتشوفوها معايا لما تخلص ان شاء الله بإذن الله شغلنا. شغل محتاج مكانية. حجرة المهني دي كانت شغالة، بس أنا يعني إيه، قصيتها أو اقتصرتها على المكنة والشغل اليدوي. كان شغل، كان أول هنا ورشة جلد، فدلوقتي بنجيب الجلد بالقطعة كده، ندخله في الشغل إيه، الخيش، شغل الكروشيه، بيعطي للشغل ده قيمة، يعني بيرفع من قيمته.
طبعا الشنطه دي لما هتخلص هتشوفوها. انا وريتها لكم اهو في البدايه، وهتشوفوها بعد ما تخلص. ديت سلوتيت للشعر، ودي تواك برضو استك للشعر. احنا بنعملها على المكنه، والبنات بيعملوا الاستك في قلبها ويلزقوا اللولي. انا مصوره لكم ده في فيديوهات قبل كده، بس حبيت اجمع. وده كوكع البنات برضو، كنا في رحله كده على شط البحر في راس البر، فحبوا يجمعوه وبنشتغله، بندخله جوه شغلنا، بندخله في شنط خوص، بندخله في مفارش، وهتشوفوه معانا. قبل كده عملته في مفارش في اسكندريه، وعملته هنا برضو في مفارش، ودخلنا بها معارض وهتشوفوه. فانا كنت هنا بجرب ممكن تتحط على الشنطه اللي من الدبار، لقيته هيبقى تقيل، لكن هو يبقى على الشنطه الخوص والشنطه الخيش متناسق معاها يعني. اول حاجه احنا طبعا بنرتب فصلنا، بنحط الاهداف اللي احنا هنشتغلها، اذا كانت قماش ولا خيط او مكنه، فرز خرز، علشان نعرف نشتغل ما يبقاش كل الالوانات على بعضها، لان في شغل بيحتاج الالوان تتناسق، يعني ان احنا نخلطها على بعضها ونشتغل وناخد تبع ما بيجي في ايدنا عشوائي كده. لكن المره دي احنا عايزين الوانات معينه، عشان كده في من الشباب من اللي بيفرز الالوان بتاعت هنا يا منار بتشتغل معايا كروشيه، خلتها تعمل سلسله طويله، عشان كل ما بتعمل غرزه اقول لها تاني عشان ايدها تاخد عليه، لان شغل الكروشيه بالذات ما ينفعش اسيب غرزه، لازم الغرز تبقى متكامله. ايه معايا برضو هنا بتربط احبال المكرميه في بعض عشان تعمل فرنشه منهم. وهي هنا ما شاء الله متفهمه وبتشتغل وعارفه هي بتعمل ايه. ولما بتقف في غرزه بتوريها لي بتعمل ايه. خلاص احنا طلعنا من اليوم ده حبل طويل من الغرز بتاعت طبعا كل ما بتعمل كده كل ما بتقوي الشغل بتاعها احسن. برضه ان هي تعرف تشتغل وتنتج اكتر، لان التدريب مش مره واتنين وتلاته، لا احنا ممكن نقعد شهور ندرب في هدف واحد، في هدف واحد بس. يعني ممكن طول السنه يا جماعه ننجز هدفين، ده في حد ذاته بيبقى انجاز حلو قوي. وعندنا صبر وعندنا قدره ان احنا نتعامل وبنضحك مع بعض، ومفيش شد ولا اي حاجه، لان هما مش هيتقبلوا ده، ولازم يبقى في نفسيه حلوه بيني وبينهم، او يبقى في حب بيني وبينهم عشان يدوني من بتبقى واعيه اللي هي بتعمل ايه. هما كلهم حلوين يعني وجمال، ربنا يصلح لهم حالهم يا رب.
عملتيه ازاي عشان نقفله بقى، ما تحطوش لا يفك. امسكيه كده اهو. ايوه امسكيه من تحت كده، ايوه امسكيه كده. لا ارفعوهم بقى كده. لا لا سيب يا ماما كده يا منار، امسكي كده بقى. هنقفل حته الستان هنا ويبقى كده خلص الشقه بتاعه. بالراحه بالراحه، ما تستعجليش. انت بتعملي ايه؟ تاج لولي؟ ايه منار بتعملي تاج ايه؟ نخلي قربت تخلص اهو. نسيب برضو قيمة لوليتين عشان نحط شوط الستان في الاخر، عشان نعرف نمسكه وما يفرطش تاني. لسه هياخد. صعبين عشان خاطر بيصور ما يتكسفوش.